وللحديث بتفصيل أكثر عن هذا الموضوع بيسرنا أنه نرحب بحلقتنا لليوم بضيفنا الفنان فراس الصالح. يسعد صباحك. أهلا يسعد صباحك. صباح الخير أستاذ. أهلا يسعد صباحك. هلا خلينا نبدا من مجموع اعمالك هذا العام. كنت عم تقلي قبل شوي انه كان لك مشاركات كثير كبيره. بس فراس قبل ما ندخل معك بالتفاصيل وبالمشاريع وبالاعمال، خلينا نتابع مع مشاهد لحضرتك من مختلف اعمالك بنشوفها سوا ونرجع. انا جاي هنا ومعايا فريق التايكوندو بتاع مصر، عامل لهم معسكر هنا في سوريا. اسف استاذ ناجي، مو موجود عندي بالسجلات لا دخولك ولا دخول الفريق اللي عم تحكي عليه. بقدر اعرف كيف دخلتوا لهون؟ احنا كنا في لبنان وجينا بالطريق البري. يا اخوانا شافوا لنا ابو القاسم ولا شافوا لنا ابو حسين ولا شافوا لنا ابو اي حد، ان شاء الله توصل لابو مازن. لو ما لقيتوش ابو مازن هات ابو تريكه. جاي على بيروت؟ لك شو هالمفاجأة الحلوة؟ عم اقول اليوم منورة بيروت. تسلم لي، كثير كثير مشتاق لك خيي زنهم. اهلا بالخواجه. على خطوط دخلك؟ معناتها انا بجيك على المطار اليوم. حبيبي حبيبي حبيبي، اكيد بشوفك حبيبي. يلا باي باي. اذا هذا الشيء راح يفرح اخي ابو ضياء فليكن، انا لازم اشوف الفرحه بعيونه. اسمعي يا بنت، ما بتجيبي سيرتي بنوب، وحتى لو شفتيني بتعملي حالك ما بتعرفيني نهائيا. اقسم بالله برميكي بالشارع. عم تفهمي علي؟ ها؟ على كل هلا حاعطيكي عنوان الشقة وبتروحي انتي شخصيا لحالك. اكيد اخي ابو ضياء رح يفرح لما يشوفك. سجلي عندك لشوف. ما بعرف معلم، ما بعرف. اسمع شفيق، يا بتزور المنفردة يا بتحكي. انا بعرضك يا معلم فهد. لا بعرضي ولا بطولي، يا المنفردة يا بتحكي. رح قلها اسمه ابو عيد. شو راهو؟ على عم تهدي؟ انت ما بتربى ولا ما بدك تتربى؟ ليك احنا هلا زتينك هون وعم نعاملك بالمنيح. شوي تاني بخليك تحكي مع حالك بتركي ولك. إذا هي كانت مجموعة مشاهد من أهم الأعمال يلي شاركت في حضرتك خلال الموسم الماضي، الموسم الرمضاني الماضي. وخلينا نبدأ من الأهم كان بالنسبة لك هو مشاركتك مع النجم عادل إمام بمسلسل فرقة ناجي عطا. خلينا نحكي عن عن هي المشاركة ووقوفك أمام نجم مثل النجم الكبير عادل إمام. كيف يعني تم اختيارك لهذا الدور؟ هون أنا بدي أقول لما الإنسان بيكون عنده الموهبة والطاقة والمكنون الثقافي الفني اللي عنده وعنده القدرة على إثبات الذات، فهو بيكون ماشي بخط. فلما بيتابعه أي إنسان كبير ومهم فأكيد حيتم انتقائه، بعيدا عن المحسوبية وبعيدا عن الشلالية وبعيدا عن أي شيء، لأنه أنا بيهمني أنا العمل ينجح. فبفكر إنه حط الزلمة الصح بالمكان الصح، الكاركتر الصح بمحله. من هون أنا بعتبر أنا ولادتي الفنية الحقيقية كانت مع النجم عادل إمام اللي بوجه له تحية كتير كبيرة، والأستاذ رامي إمام على هالمشاركة، لأنه عطاني سبورت دافع كتير كبير بحياتي الفنية، إنه وقف مع هيك إنسان كبير وعظيم. هاي المشاركة أنا بعتبرها هي الولادة الفنية الحقيقية، إهمال أو تهميش لشيء اسمه الأدوار الثانوية. انه هدول انا بعتبرهم الفئه المسحوقه ماديا ومعنويا واعلاميا. فما عندنا حدا، يعني انا اسف، يعني كمنظومه انتاجيه بسوريا كلها ما عندنا حدا او ما في شيء اسمه صناعه نجم. هلا كل انسان وكل فنان بيبلش بادوار صغيره وبيكبر صح. فيها لما بيكون في متابع ولما بيكون في حدا يعني عم يفكر انه يعمل صناعه نجم. لكن انت لما بتشتغلي انت 53 عمل. بديت بدايه. طيب نتيجه شو يعني؟ هل كان تقصير منك او من مين مسؤول بالضبط يعني؟ هلا هون فينا نحكي مثل ما بيقولوا بالعاميه انه اسم بياع واسم غير بياع، وهذا معروف هذا مو معروف. ما في انسان بيصير معروف اذا ما انت اتحتي له الفرصه حتى يبين مكنونه. يعني انا صار لي مثلا 8 سنين او 10 سنين كيف بدك تحسبيهم
لكن انا ما قدمت 1% من فراس صالح اللي بداخلي. يعني انا كفنان ما قدمت 1% لانه تم تقطيري وتحجيمي بادوار صغيره. فانا بقول هون انه طب ليش كان انا بحط عليك احيانا نوع او على الممثل بهيك قصص انه ليه هو كان يقبل؟ يعني انا اخذت اول تجربه، ثاني تجربه ممكن لاثبت حالي، لابرز اسمي، بس فيما بعد يعني انه ليش انت تقبل بهذا التقطير؟ تماما. هلا نحن الفكره وين؟ الفكره لما بيكون انت عم تشتغلي بس من موهبتك، من منطلق موهبتك، من منطلق مكنونك الفني الداخلي، فانت عم تراهني على نفسك. قولوا انه الانسان او الفنان اللي عم يلعب دور ثانوي، انه اللي عنده الموهبه واللي عنده الكفاءه واللي عنده القدره واللي عنده الكاريزما او شو بتحبي تسميها سميها، انه نأهله بقى لمرحله ثانيه. واللي ما عنده هالشيء هذا فليعد الى بيته ويجلس ويبحث عن عمل جديد. يعني مو معقوله هي. فانا تاكيدا لكلامك، السنه انا اجاني عده عروض هزيله وصغيره بالحجم وبالاطار وبالهي، فرفضتها انا. يعني انا مو معقوله انا يعني وصلت لهالمرحله هي انه لا يوجد من يتابع سيدتي الوجوه الجديده في بلدنا الحبيب. لا يوجد من يتابع سيدتي، ولكن عباره عن وصفات جاهزه فلان. لكن بالمقابل عم نشوف وجوه جديده بتكون خريجه السنه مثلا او السنه الماضيه وعم تاخذ مساحات كثير مهمه، وهذا يعني انه في يعني عم يشوف الوجوه الجديده. هلا الوجوه الجديده عم نشوفها نحن. هلا هون حنفوت بشيء اسمه محسوبيات، وبشيء اسمه شلاليه، وشيء اسمه علاقات، وشيء اسمه كذا. بيعرف فلان وكذا، عرفتي كيف؟ ففلان بيراهن عليه. يعني اكس من الناس، مخرج من الناس. في كثير مخرجين ومنتجين بيخافوا انه نحن نعطي مساحه اكبر، ولكن بالفتره الاخيره شفنا اعمال يعني قائمه اغلبها او اغلب الادوار على وجوه جديده كليا، ونجحت ولقت اقبال جماهيري عند الناس. يعني في جرأة. انا عم اقول لك انه في حالات استثنائيه عنا بالدراما تبعنا، بس انا برجع بقول لك انه هي عايده للمحسوبيه وللشلاليه، وسميها كيف بدك تسمي، انا ما بدي كرر كلامي. كشركه انتاج لاي درجه ممكن انه تكون خلينا نقول مغامره، مثل ما معروف يعني بالوسط الفني انه مغامره بتعطي هذا الدور، او ممكن تاخذ الفنان تعطيه هذا الدور لو ما كانت تجربته يعني كبيره؟ هلا في كثير شركات. هلا بنرجع بنحكي نحن انه ليكون عندنا صناعه فنيه او صناعه دراما حقيقيه، لازم يكون عندنا نحن هالجرأة هي. هلا نحن عم نحكي بحالات شاذة، يعني انه كم يعني عدد من الوجوه، ولكن هناك الجواب اللي جاوبتك عليه ليس نابعا من قدرته الفنيه ولا قدرته الابداعيه ولا عنده قد يكون منهم عندهم الابداع واتيحت له الفرصه. هون بنرجع بنقول نحن انه اللي عنده المكنون الثقافي الفني واللي عنده الموهبه الفنيه انه يرجينا ذاته لما تتاح له الفرصه، فهل هو حيبدع ولا لا؟ فهني كثير عالم اشخاص نجحت بهالشيء هذا، وجازفت شركات انتاج كثيره وقدمت وجوه كثير ظريفه وكثير حبتها العالم. من هون بنقول انه انا كفراس صالح ما يعني لم احظى سيدتي بفرصه واحده حتى ارجيكي. انا عن نفسي هلا عم تحكي عن الشلاليه والمحسوبيه، ويعني انه جماعات معينه بتنضم لبعضها ليشتغلوا عمل معين كل سنه، بنشوف نفس المجموعه. طيب موضوع التواصل، انه يعني كثير بيركزوا احيانا الحديث على موضوع انه تواصل هذا الفنان او نشاطه الاجتماعي عم يكون بعيد من اول مثلا ما يتخرج او من اول ما يبلش مشوار الفني، ما عم يكون تواصله صح بالوسط الفني. قد ايه كمان هذا بيلعب دور، او ليش ما لجأت لهي الوسيله خليني اقول؟ هلا هون العلاقات الاجتماعيه بتلعب، انا بعتبرها مثل سكينه ذو حدين، بتلعب يعني اما هي نافعه واما هي ضاره. في كثير من الناس اللي تقدمت لها الفرصه عبر علاقاته الاجتماعيه وعبر منظومه معينه بعلاقاته قدر يوصل. ما بدنا نقول انه هي انه خلينا نقول مثل انه يعني خلينا تعريف بهذا الفنان، انه بجوز ما بيعرفوا، وانما لما بيصير في تواصل بصيروا بيتعرفوا على قدراتك، بيتعرفوا على يعني شو من الترويج. هلا هي انا بايدك انا بهالحكي هذا، واكيد لازم يكون في علاقات اجتماعيه، ولكن العلاقات الاجتماعيه يجب ان تكون بعيده عن المحسوبيه او اي شيء معين باي مجال. لازم تكون هي نابعه عن قدرتك انت كمتلقيه، انه انت عندك شيء تقدميه، فانا بعطيكي هالفرصه هي.
ما عندك